ماربورغ، القصة اللي بتبدأ في قلب أفريقيا، وبالتحديد في المناطق اللي فيها خفافيش فاكهة بتعيش في كهوف ضخمة ومظلمة. العلماء النهارده متفقين بنسبة كبيرة ان خفافيش الفاكهة هي المصدر الحقيقي لفيروس ماربورغ. ليه الخفافيش بالذات؟ لانها اول حاجة بتشيل الفيروس من غير ما تموت، وكمان جهازها المناعي بيتعايش مع الفيروس بشكل كبير جدا، وبتعيش في مستعمرات كبيرة جدا، وبتتحرك لمسافات طويلة. الخفافيش بتبقى زي الخزان للفيروس، مفيش اعراض ومفيش مرض، لكنها بتنتشر لمجرد ان اي حد يلمسه. طيب ليه زمان قالوا انه جاي اصلا من القرود؟ ليه؟ علشان اول مره ظهر فيها الفيروس كانت سنه 1967 في المانيا ويوغوسلافيا. باحثين كانوا شغالين على قرود خضراء افريقيه في المعامل. فجاه العلماء نفسهم اتعدوا واتصابوا بحمى قاتله. ساعتها الناس قالت ان المرض ده اصلا اساسه من القرود، لكن بعد سنين وابحاث كتير جدا العلماء اكتشفوا الحقيقه. القرود كانت ضحيه زيها زي الانسان، يعني هي مش المصدر الاساسي. اتعدت من الخفافيش قبل ما تتباع للمعامل. اذا المصدر الحقيقي هي خفافيش الفاكهه، المضيف الوسيط هي القرود او اي حيوان ياكل من اي مكان فيه لعاب او فضلات للخفافيش. المصاب النهائي هو الانسان. الفيروس خرج من الخفاش ازاي ووصل للانسان؟ في الغابات والكهوف الافريقيه الخفاش بيسيب لعاب على الفاكهه، بيعض المانجا والبابايا والتين ويحط بصمته. اي حيوان تاني زي القرد او حتى انسان بيجمع الفاكهه دي، يلمس المكان ويحصل عمليه انتقال للفيروس. الانسان ممكن يتعدي كمان من ايه؟ من دم الحيوان وسوائل جسمه والجثث في مراسم الدفن، زي ما حصل في اماكن كتير. الفيروس بيدخل الجسم وبيبدا حرب داخليه. ماربورغ جوه جسم الانسان. ماربورغ من نفس عيله ايبولا، يعني عيله فيروسات معروفه بالسرعه والقوه والفتك الشديد. اول يومين شكلها برد عادي، لكن بعدها بتظهر اعراض شديده جدا زي حراره عاليه جدا، صداع لا يحتمل، قيء واسهال شديد، والام عضليه، ونزيف من الفم او الانف او حتى العين، وبيحصل نزيف داخلي وفشل لاعضاء الجسم او صدمه قاتله. الفيروس بيضرب الجهاز المناعي، الكبد والاوعيه الدمويه. فجأة الدم ما يعرفش يوقف النزيف، زي قنبلة بتنزل جوه الجسم. نسبة الوفيات ليه بتخوف العلماء؟ ماربورغ من أخطر الفيروسات اللي ظهرت، نسبة الوفاة تكاد تصل إلى 90%. مفيش علاج لحد دلوقتي، ومفيش لقاح، مفيش حتى دواء مضاد للفيروس ده. الطب بيحاول يدي محاليل وأدوية داعمة، لكن مفيش علاج بيقتل الفيروس. أعلى مستوى خطورة في العالم، نفس مستوى إيبولا وجدر القرود الخطر. الشيء الغريب إن المرض ما بينتشرش بسهولة، لازم اختلاط مباشر بالدم أو سوائل الجسم، مش بينتقل زي الإنفلونزا أو الكورونا. لكن لو وصل مدينة مزدحمة هيحصل كارثة كبيرة جدا. ليه الفيروس لحد دلوقتي ما عملش وباء عالمي؟ رغم خطورته إن هو مش سريع الانتشار، هو قاتل بس مش سريع جدا. ده اللي منع الكارثة لحد دلوقتي، لكن ده مش معناه انه مش خطر. طيب ليه بنشوف معظم الفيروسات طالعة من الخفافيش؟ سؤال دايما بيجيلنا. اي فيروس فتاك بيكون مصدره الخفاش، علشان الخفافيش جهازها المناعي مختلف، بتستحمل فيروسات قاتلة، عايشة في المستعمرات ضخمة، بتسافر لأماكن بعيدة جدا، بتتفاعل مع حيوانات كتير جدا، بتعيش في أماكن الإنسان بيدخلها زي المناجم والكهوف وحتى مزارع الفاكهة. وده بيخليها مصنع طبيعي للفيروسات زي إيبولا ونيبيا وسارس وكورونا وماربورغ. كل ده ليه علاقة بالخفافيش. لكن هل دلوقتي في خطر علينا؟ الفيروس موجود لكن مش منتشر. الأماكن اللي ظهر فيها غالبا في أفريقيا، في القرى اللي حوالين الغابات. الخطر الحقيقي لو انتقل شخص في مكان فيه زحمة، أو اتأخر تشخيصه، أو دخل مستشفى بدون إجراءات وقاية قوية. لأن ماربورغ فيروس قاتل ملوش علاج، جاي من خفافيش ظهر في أكتر من مكان، والعالم بيدرسه بجدية، لأنه ممكن في يوم يتحول لاجتياح كبير جدا لو الظروف ساعدته. معرفة الحقيقة أحسن من الخوف الغير مبرر. الفيروس خطير بس مش وباء عالمي، وده كان أثر